تعالوا أورجيكم كيف حضّرت كيكة عيد ميلادي بطريقة بسيطة وبنفس الوقت حلوة. رح أورجيكم الأغراض اللي استخدمتها: علبة أناناس وكريمة، وعندي كيك جاهز اشتريته هذا من الكارفور بيطلع كتير طيب. أول شي بنجيب الكرتونة اللي بدي ثبّت عليها الكيك، وبعدها رح أفتح علبة الكيك. هاد الكيك بيجي تازة وكتير طيب. أول شي بدي ثبّت قطعة الكيك بشوية كريمة، حطيت أول شي كريمة، وبعدها رح آخُد أول طبقة من الكيك وحطّا فوق الكريمة بهذا الشكل. ريحة الكيك بتجنن هون. وهلأ رح سقي الكيك بمية الأناناس اللي كانت موجودة بقلب العلبة مع الأناناس، تعطي طعمة رهيبة للكيك. سقيت الكيك كلّياته بهاي المي، وبعدها حطيت طبقة كريمة وشرايح أناناس. أنا حبيت الحشوة تكون أناناس وكريمة. وهيك بنفس الطريقة حطيت طبقة الكيك وسقيتها، وبنفس الشي كمان حطيت كريمة وأناناس. وهلأ بدي أحط آخر طبقة من الكيك كمان سقيتها، وهلأ بدي غلفه كلّياته بالكريمة. هلأ الكريمة كانت هي عبارة عن كريمة شانتيه، وضايفتلها كمان علبتين من كريمة الخفق أو كريمة الطبخ، بتصير طعمتها كتير دسمة وطيبة. وبعدها حطيتها بالبراد لتجمد الكريمة شوي، وجبت هذا الورد كتير كتير بحبه. لازم تغلفوه كل وحدة بالستريتش أو نايلون أو أي شي، ما بصير فورًا تشكوه هيك على الكيك مباشرةً لإنه بيطعم الكيك. وبعدها جبت هذا الجليتر الدهبي وصرت أحط هيك شوي على الداير. أنا ما عندي أدوات، لساتني مبتدئة بشغل الكيك. بعدين خطر على بالي إني أحط الجليتر بنكاشة الأدهان، حسيتها بتوفي بالغرض. وهيك طلع معي الشكل النهائي. ولقيت عندي هون متل حبات اللولو للزينة بتتاكل طبعًا. حسيت الشكل كتير بيلبق لو حطيتن، ضفتن هيك على الداير عطوا جمالية لقالب الكيك. وعندي كمان جملة happy birthday كمان هيك حطيتها بالنص. وهيك طلع معي الشكل النهائي للكيك. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوا تدعموه بلايك، ولا تنسوا تتابعوني على اليوتيوب، الرابط بالبايو.